ازيك يا استاذ عبد الناصر، وتحياتي لاخويا الكبير واستاذنا الاستاذ محمد ابو جنبه. ربنا يبارك لك يا كابتن احمد. يعني اولا نحن نتحدث معك مبادرة كرة بلدنا للتواجد يوم الاثنين الثانية ظهرا في بيت كرة القدم المصرية، الاتحاد المصري لكرة القدم، لنداء عدم وقف النشاط وتقديم التعازي اولا لأسر ضحايا حادث ملعب الدفاع الجوي. والله طبعا هي دعوه جميله جدا من حضرتك ومن الاستاذ محمد ابو جنبه، ويا ريت كل الانديه تتواجد. وفعلا حضرتك قلت كلام جميل، الاول المطالبه بالتحقيق وتقديم العزاء في اسر الضحايا، ثانيا رجوع عوده النشاط وعوده كره القدم، لان ده امر لابد منه. النهارده احنا كان عندنا في نادي المريخ وكيل وزاره من الشباب والرياضه، وعرفني معلومه ان 7 مليون مواطن مصري بياكلوا ويشربوا من كره القدم، زادوا من 5 ل7 في السنتين الأخيرة فعلا. فطبعا ده رقم كبير جدا. النهارده لو عندي ناس توفت عند المدرب، عندي ناس تانية هتموت من الجوع في حاله ايقاف النشاط. بتفق معاك. فانا بطالب، انا طبعا بطالب زي ما الاستاذ محمد ابو جنب بطالب وصاحبك طالب بعوده النشاط ده بعد ما يبقى في تحقيقات والكلام ده. بس التحقيقات مكانها المحاكم، والتحقيقات دي بيقدمها النيابه العامه. نمشي بالتوازي يا استاذ احمد، نمشي بالتوازي في الخطين. بالظبط. طبعا احنا مالناش، احنا كرياضيين مالناش فيها. فطبعا انا برضو بقدم لهم التعازي وبتمنى عوده النشاط ان شاء الله. وتكون معنا يوم الاثنين. ثانيا يعني انت حدثتني قبل الهواء وكم كان خلقا رفيعا من حضرتك، وانا بعتز بيك على المستوى الشخصي، وقلت لي دي شهاده لوجه الله. علمت ان عندك الاستاذ محمد ابو جنبه رئيس نادي دمياط على الهواء، واريد ان اوجه له كلمات خاصه. وانا كنت انتوي الذهاب الى دمياط للاعتذار له في قلب النادي، ولكن حالت العاصفه الجويه من وصولي الى دمياط يوم الثلاث، وانا وعدتك ان احنا هنروح له سوا الاسبوع اللي جاي ونذيب الجبل الجليد الذي كان يعني مفتعل من بعض المغرضين عقب مباراة دمياط والمريخ في استاد المريخ والذي انتهى 1-0. تمام والله طبعا انا بستغل اللقاء الجميل اللي مع حضرتك وبقدم اعتذار. انا بقدم اعتذار ومش هداله من اعتذار للاستاذ محمد ابو جنبه اخونا الكبير على اللي حصل في ماتش المريخ ودمياط. فعلا كان موقف ما كانش كويس، وانا اتصلت بالتليفون بالكابتن احمد سعيد واعتذرت له، اتصلت ببعض اللعيبه في دمياط واعتذرت لهم، وده كان تصرف فردي من بعض اللاعبين. بس انا بستشهد بالاستاذ محمد الدهري والاستاذ مجدي المشدي اللي نوروني في المدرج بتاع نادي المريخ، وشافوني وانا بطالب المدير الفني باخراج اللاعب بره وبالسماح للاعيبه دمياط ان هم يحرزوا هدف. كان تصرف فردي من عندي من احد اللاعبين، خصمت منه 5000 جنيه وخصمت من اللاعب اللي احرز هدف 5000 جنيه. وانا بعتذر لدمياط والجماهير دمياط والشعب دمياط. وفعلا والله انا كنت رايح يوم الثلاث، بس طبعا انت شفت سوء الاحوال الجويه، فانا بنتهز الفرصه وبقول للاستاذ محمد ابو جنبه اللي هو الراجل اللي تملي بيتصل بينا كل فتره ويعزمنا على الغداء، راجل من اهل كرم، وراجل طبعا راجل يعني اخونا الكبير، يعني كلنا بنعتز بيه. يعني يا استاذ احمد على فكره احنا جبنا لك اللقطتين حتى نكون منصفين. في اللقطه الاولى تدخل حارس المرمى في تصرف مفروض فير بلاي، وفي اللقطه الثانيه تدخل المدافع في تصرف، يعني انا بس عايز النفوس تصفى. فاللقطتين دول الحاج محمد قبل الهوا قال لي هاتهم للاستاذ احمد عشان ما يقوليش حد شاهد وشوفهم على الهوا، ولكن لا هو قال لي ان انا متسامح. على فكره هو قال ان هو متسامح جدا ونسي الموضوع. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا والله من غير ما اشوف اللاعبين انا بقول لحضرتك الموقف انا رافضه تماما. بتفق معاك. الاستاذ محمد ابو جنبه راجل استقبلنا استقبال كويس في دمياط، وده عادتهم يعني الناس محترمه جدا. طبعا دمياط وبورسعيد، انا يا استاذ محمد يا استاذ عبد الناصر، ويا ريت مصر كلها تسمع، لما بروح دمياط مش بصلي قصر، لان دمياط وبورسعيد يعتبروا محافظه واحده. احنا محافظه واحده، احنا اهل واحنا اخوه واحنا جيران. فانا بقدم لهم الاعتذار، لو هم زعلانين انا هروح لغايه عندهم. احنا هنروح انا وانت. حاج محمد كلمه لاحمد جوهر. ده شرف لينا كلنا ان انت والكابتن احمد ومجلس اداره بورسعيد المريخ وبورسعيد كلها تبقى في دمياط. احنا بربطنا طبعا ربنا يخليك في بيننا وبين بورسعيد معزه وجيره طبعا وحب طبعا. وانا بربطني على المستوى الشخصي مع الكابتن احمد جوهر
والكابتن مرسي سرحان اخويه وصداقه طبعا. ومحبه كمان. طبعا طبعا. فان كان حصل اي مشكله بسبب لاعب، ده ما يفسدش العلاقه ما بين الله دمياط عليك. وما بين بورسعيد، والبلد مش مستحمله اي حاجه. الله عليك. احنا بنقول نعم للامام. ويا كابتن احمد، سوا المريخ يوصل، سوا دمياط توصل، احنا نادي واحد واحنا جيران واحنا محافظه طبعا واحده. طبعا. ومرحبا طبعا. بكم كلكم في دمياط. ربنا وأنا- يخليك يا استاذ محمد، وده عهدنا بيك. الحمد لله. وانا اتمنى والله العظيم صعود نادي المريخ وصعود نادي دمياط. ربنا معانا ان شاء الله يا كابتن. الحبيب. واحنا ان شاء الله يا استاذ عبد الناصر تنورنا ونبقى مع بعض في دمياط ان شاء الله باذن الله. ومعك كاميرا كرة بلدنا، تلك هي الروح شاء الله. الراقية. بشكرك إن على شاء الله. رقي أخلاقك، يعني ليس بكونك أصغر رئيس نادي في مصر، ولكن لرقي أخلاقك وأنت دمس الخلق، وأنا ألمس ذلك، ويعني مرهف المشاعر. كم أنت راقي ومحترم أن تعتذر أمام الملايين، ولا بد أن أثمن ذلك. وكم هو راقي الحاج محمد ابو جنبه في كلامه، رب لاعب اخطا ولكن لا يمكن ان يفسد الود بين ناديين كبيرين شعبيين مثل دمياط والمريخ. بشكرك يا حاج محمد على استجابتك للمبادره، وشكرا للاستاذ احمد جوهر. والله انا بقول لبورسعيد كلها، بورسعيد ودمياط محافظه واحده. واهلا باي واحد من بورسعيد في دمياط. وانا بعتذر لاي واحد تسبب له اي مشكله في بورسعيد، انا بعتذر له، وبنقول له مش عايزين نعمل اي مشكله ما بيننا وما بين البلد اللي هي بتعتبر دمياط وبورسعيد بلد واحده. فمرحبا باي بورسعيدي في دمياط، ومرحبا انا اللي بقول له باي انسان دمياطي في بورسعيد. واي حد تسبب له مشكله، أنا باسم مجلس إدارة بورسعيد المريخ وباسم مجلس إدارة دمياط إحنا بنعتذر له وبنقول له لابد نتحمل، لأنه إحنا بنحب نادي دمياط. وبقول لنادي دمياط